ازيكم؟ تعالوا بينا النهاردة هنعمل الطعمية او الفلافل المصرية بطريقة تحفة جدا، وتبقى معاكي مقرمشة ومن جوه طرية وحاجة كده روعة. معاكم اسماء. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الاشتراك. تعالوا مع بعض هنشوف هنعمل الطبق ده ازاي، وكمان هيبقى معاكي احلى سحور ممكن تعمليه. عندي هنا نص كيلو من الفول المدشوش، يكون منقوع معاكي لمدة ليلة كاملة. حابة تعملي نص الكمية براحتك. وهنحضر كمان حزمة من الكزبرة وحزمة من الشبت، وعندي هنا بصل اخضر وبصلاية كبيرة، وعندي هنا 4 فصوص من الثوم. عندي هنا التوابل بتاعتي ملح وفلفل وكزبرة وكمان كمون، وهنحتاج معلقة صغيرة من البيكنج باودر او البيكنج صودا. هنحط كده الفول بتاعنا في الكبة. بعد كده هنحط البصلاية كبيرة، وهنحط البصل الاخضر هتقطعيه طبعا زي ما اتفقنا. هنا كمية الفول المدشوش عملت كمية كبيرة علشان هشيل منها في الفريزر. حابة تعملي نص الكمية براحتك. وهنحط هنا الكزبرة تقطعيها اهم حاجة كده كويس علشان تتضرب معاكي، وهنحط الثوم، وهنحط كمان نص كوباية من المية. تمام كده. وهنحط طبعا التوابل بتاعتنا، هنضرب كده كويس لحد ما القوام يبقى هش معاكي وحلو جدا. اهم حاجة تضربيها كده كويس لحد ما تنعم معاكي كده. تمام. طبعا لو حابة تعملي الفول المدشوش ده تعمليه في المكنة، عندك مكنة هيديكي نفس النتيجة، بس طبعا في المكنة هتحتاجي انك تفرميها فرمتين علشان تبقى ناعمة معاكي وحلوة قوي كده. تمام. هنضرب كده كويس كده. جهزت معانا. شايفين هشة طبعا وحلوة قوي. هنحطها في طبق. بعد كده هنكمل طبعا الكمية بتاعتنا كلها لحد ما تخلص معانا. خلصت الكمية كلها بتاعتي. شايفين القوام بتاعها بتبقى هشة جدا. لو حسيتي ان القوام العجينة مرخية جدا او يعني هتحطي لها معلقتين من الدقيق. شايفين هشة وحلوة قوي. هنقلبها طبعا كده كويس، وتظبطي الملح بتاعك والتوابل، وكمان تظبطي الشطة بتدي لها طعم حلو جدا كده. تمام. طبعا هتقعد معاكي فترة حلوة جدا لما تحطيها في اكياس، ما تخافيش منها، طعمها مش هيغير. هنقسم الكمية بتاعتنا طبعا على حسب الاحتياج بتاعنا كده. تمام. جهزت معانا. هنحضر هنا طاسة تبقى غويطة معانا، وهنحط فيها زيت. لازم الزيت يبقى سخن معاكي. هنحضر هنا طبق يبقى فيه مية علشان نعرف نشكلها، والطبق التاني يبقى فيه كزبرة وهيبقى فيه سمسم. وهننزل على طول بالطعمية. لازم الزيت يبقى سخن معاكي اهم حاجة. تصبعيها بالشكل ده وهتنزليها على طول كده. تمام. طبعا هتعملي الكمية كلها بنفس الطريقة دي لحد ما تخلص معاكي. شايفين شكلها حلوة جدا، بتتصبع بسهولة، هي طرية بس هي حلوة جدا كده. تمام. هنعمل طبعا الكمية كلها. بعد كده هتسيبيها لحد ما تحمر من تحت. بعد كده تقلبيها من الجنب التاني، يعني ما تقلبيش فيها على طول كده. احمرت معانا. شايفين شكلها تحفة جدا. هنطلعها طبعا في طبق يبقى فيه ورق مناديل علشان يصفي كمية الزيت الزيادة كده. تمام. شكلها حلوة جدا ومقرمشة وحلوة قوي. طبعا حلوة جدا في السحور، حلوة قوي. احفظوها عشان شهر رمضان. طبعا شايفين نص الكمية التانية، طبعا كمية كبيرة جدا، يعني نص الكيلو الفول عمل لي كمية حلوة جدا. هنقسمه طبعا على حسب افراد الاسرة اللي عندك. حابة تحطيهم كلهم في كيس واحد او تقسميه لكيسين. هنقسمه طبعا الكمية كلها نقسمها كده، وهنشيلها في الفريزر. واهم حاجة تطلعي منها الهواء كده. تمام. طبعا قسمت الكمية بتاعتي. بعد كده شايفين طلعتها بشكلها وطعمها حلو جدا. جربوها تحفة قوي. وبكده خلاص خلصنا وصفة الفلافل المصرية. بجد حاجة كده روعة وريحتها حلوة جدا. اتمنى الفيديو يكون استفدتم وعجبكم. ما تبخلوش على تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.